بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا. هي ايه النازعات وايه هي الناشطات؟ النازعات دي اللي هي الملائكه اللي بتنزع ارواح الناس وقت الموت. والناس هنا قسمين، مؤمن وكافر. والكافر ده ملوش مجال لحياته غير الدنيا عشان هو اصلا مش مؤمن بالاخره. لكن المؤمن الدنيا دي بالنسبه له مرحله نفسه يخلص منها بسرعه، بحلوها بقى بمرها، عشان يروح الاخره، عشان يروح الحياه الابديه، النعيم اللي مش هينتهي. يعني كأن الدنيا بالنسبه للمؤمن هينه، هو نفسه اصلا يخلص منها. فلما تجيله سكرات الموت ما تلاقيهوش خايف، لانه اصلا نفسه يلقى الله عز وجل، متشوق يشوف النعيم اللي ربنا سبحانه وتعالى اعده ليه. فده متشوق للموت، والتشوق ده مهون الموت عليه، بل ممكن يبقى اساسا هو بيتمناه. لكن الكافر اول ما تجيله سكرة الموت خلاص عرف اللي فيها، كل حاجه وضحت قدامه، فبصره كاليوم حديد. كل اللي كان بيكفر بيه شايفه قدامه دلوقتي، فكأنه متمسك بالدنيا. فلما تيجي الروح تتاخد منه تنزع نزعا وتقتلع اقتلاعا. هي النازعات دي بقى كأنك بتخلع حاجه متمسكه في حاجه تاني. يعني مثلا لما تيجي تدق مسمار في خشبه، بتيجي تشيل المسمار ده بيبقى المسمار متمسك في الخشبه، فانت بتنزعه نزعا. فهو ده بقى الكافر، روحه بتنزع نزعا، مرعوب من مجرد صوره ملك الموت. والناشطات نشطا، يقول لك ايه؟ عقده بشنيطه. عارف اعزكم الله الجزمه، رباط الجزمه، لما تيجي تربط رباط الجزمه تعملها مثلا كانها فيونكه كده وليها رباط طالع من فوق، تقوم تشد الرباط ده فتلاقي العقده مفكوكه معاك. هي دي العقده بشنيطه، يعني عقده متينه لكن سهله جدا في خلعها. هي دي بقى روح المؤمن، تنشط نشطا، يعني الامر سهل والملائكه بتنزع روح المؤمن. قال ابن عباس: النازعات هي انفس الكفار، تنزع ثم تنشط ثم تغرق في النار والعياذ بالله. والسابحات سبحا، الملائكه اللي بتسبح في كون الله عز وجل، كل واحد ليه مهمه التي امرها الله سبحانه وتعالى بها، او انها بتاخد الارواح الى مكانها اللي ربنا سبحانه وتعالى اعده لها. وقيل السابحات اللي هي النجوم اللي بتسبح في الكون. فالسابقات سبقا، برضو السابقات دي الملائكه، وسميت بالسابقات لانها سبقت الى الايمان والتصديق بكلام الله سبحانه وتعالى. وقال عطاء: السابقات هي الخيل في سبيل الله سبحانه وتعالى. فالمدبرات امرا، قال علي ومجاهد: دي الملائكه اللي بتدبر الامر من السماء الى الارض بامر ربها سبحانه وتعالى. شوف هنا اقسم الله سبحانه وتعالى 5 مرات لاثبات يوم البعث، يوم القيامه، يوم ترجف الراجفه تتبعها الرادفه. في الفيديو القادم ان شاء الله.